السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كل حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو كله يصلي على النبي. وقبل ما نبدأ الفيديو كالعادة بحب ان انا ارحب بكل حبايب قلبي اللي مشرفيني ومنوريني، وبقول لهم وجودكم كالعادة على راسي من فوق. واهلا وسهلا باي حد كده جديد معايا في القناة، بقول له شرفتني ونورتني. ولو لسه كده اول مرة بتشوف القناة بتاعتي، يا ريت كده تشتركي في القناة وتفعلي كده الجرس علشان يوصلك كل جديد كده بننزله في قناتنا المتواضعة، وعشان قناتنا المتواضعة دي تكبر بيكوا وليكوا ان شاء الله. وطبعا ما تنسونيش حبايب قلبي كده باللايك الجميل بتاعكم، وقولوا لي كده رأيكم الحلو في التعليقات. يلا بينا كده على بركة الله ونشوف الفيديو بتاع النهاردة كده عبارة عن ايه. عايزة اقول لكم ان الفيديو ان شاء الله بتاع النهاردة كده هينول اعجابكم بإذن الله، ويا رب اكون دايما كده عند حسن ظنكم. قبل ما نبدأ الفيديو كده كنت جايبة شوية مشتريات، قلت ان انا اشاركها معاكم. كنت جايبة كده كيلو من البسلة كانت عاملة 28. جبت كيلو كده منها، وجبت كده ايه كيلو ونص كده برتقان على استفندي كده على جوافة، كلهم كانوا سعر واحد، كانوا 15. جبت كيلو ونص كده شكلته عشان اللي مش عايز ياكل ده ياكل ده، تبقى كل حاجة موجودة. جبت كمان كده ربطة كزبرة كده خضرة وربطة شبت، هاخد منها جزء كده والباقي ان شاء الله كده هفرزه كده معاكم بإذن الله. جبت كده ربطتين، الربطتين دول كانوا عاملين 4 جنيه. مش عارفة، حاسة ان المشتريات بتاعت النهاردة غالية شوية. الفلفل بقى يا حبايب قلبي اللي السعر بتاعه رافع قوي، يعني ب20 جنيه. جبت كده ربع كيلو على قد بس ما انا محتاجة. جبت كده ربع كيلو كده من الفلفل الأخضر، وكنت جايبة كمان 2 كيلو كده من الطماطم و5 بطاطس وكيلو بتنجان، بس للأسف المقطع ده من الفيديو يعني اتحذف. يلا بينا كده على بركة الله نشوف كده الفيديو، بقية الفيديو بتاعنا كده ان شاء الله كده هيبقى عبارة عن ايه. يلا بينا بقى ندخل في التقيل كده زي ما بيقول. ان شاء الله النهاردة هنعمل معاكم كده شوية تفريزات، يعني هتتعبي يوم وترتاحي بقية الشهر، او ترتاحي فترة على الحاجات اللي انت عاملاها دي. انا هنا جبت الطاسة بتاعتي. اول حاجة هبدأ بيها ان انا هعصج لحمة، وهعصج تعصيجة فراخ. دي بقى كان معايا كده شوية قوانص كده، كنت محوشاهم كده من الفراخ، فرمتهم كده فرم ناعم. وكان معايا هنا كده ايه ربع كيلو كده من اللحمة المفرومة. حطيت كده ايه معلقة من اللي هي كده كنت مسيحاها، ومعلقة كده زيت. وهبدأ ان انا اعصج اللحمة دي، هديلها صدمة كده زي ما شفتم. اول ما لونها يغير من جنب هبدأ ان انا اقلبها كده على الجنب التاني لعند ما توصل للشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. وساعة ما توصل بقى للشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده، او تاخد صدمة كده من جميع الجوانب. معايا هنا ايه بصلتين كده مقطعاهم كده تقطيع ناعم، قطعوهم بقى في الكبة، قطعوهم على ايدك براحتك. وكنت مقطعة كمان قرن كده من الفلفل الاخضر، ونزلت عليها كده. وهبدأ ان انا ايه اديلها تقليبة كده، اقلب ايه البصل مع التعصيجة اللي احنا عاملينها دي. عايزة اقول لكم ان الريحة من قبل ما نحط توابل جميلة جدا. جربي كده ان انت تعملي العصاق كده بالقوانص كده مع جزء كده من اللحمة. انا حطيت كده جزء من اللحمة بس عشان اطعم القوانص. وممكن برضو ان انت تستخدمي القوانص دي في العصاج لوحدها، بس حاول ان انت تفرميها فرم ناعم زي ما انا فرماها كده. عايزه اقول لكم ان طعم الحشوه، اي حشوه، سواء ان انت هتعملي مكرونه، هتعملي بيها رقاق، هتعملي جلاش، اي حاجه هتستخدمي فيها الحشوه دي، عايزه اقول لك ان الطعم بتاعها بيبقى فعلا جميل جدا، وحاجه كده مختلفه، وحاجه كده ايه يعني زي ما بيقولوا موفره. هنا بقى ننزل بقى بالتوابل بتاعتنا. انا ما كنتش لسه حطيتها، حطيت كده ربع معلقة كده جنزبيل، وحطيت الملح بتاعنا. طبعا هتحط الملح اختياري تبع راحتك انتي، وهتحط فلفل اسود، رشة بسيطة كده من الكركم او الكاري، وكزبرة وكمون. ولو حابة ان انت تحط شطة براحتك انتي، ده اختياري. يعني كده حطينا من كل حاجة كده من التوابل ربع معلقة كده، او حسب ما انت حابة. انا هنا كنت بزود كده قطعة كده من اللي هي انا كنت مسيحاها. عايزة اقول لكم ان هي بتدي طعم جميل جدا، وبتفرق جدا في الطعم. هدي كده تقليبة
هنا بقى كنت فارمه طماطمتين كده في الخلاط كده، فرم عادي. هنزل بهم كده من غير ما اصفيهم، انا كنت فرماهم فرم خشن شويه، وهسيبها كده لعند ما هنقلها بقى كده على عين تانية كده، وهسيبها لعند ما العصاك بتاعي يشرب السوائل اللي نزلتها والطماطمتين اللي احنا حطيناهم كده عشان تبقى كل حاجة فيها مستوية. نيجي هنا بقى لتاني حاجة، جبت الطاسة بتاعتي دي، وهعمل تاني كده تعصيجة معاكم، وهي هتبقى تعصيجة الفراخ. عايزة اقول لكم ان انا بستخدمها في المكرونة، في جلاش، في سمبوسة، في بيتزا، في اي حشوة انت عايزة تعملي بيها ممكن تعملي بيها العصاج ده. عايزة اقول لكم ان انا ما بستغناش عنها. بحب جدا تعصيجة الفراخ دي، بحس ان هي خفيفة جدا كده في الاكل. دي كده كان معايا كده صدرين كده من الفراخ، فرمتهم برضو فرم ناعم. هنزل بقى كده ببقية البصلتين اللي احنا كنا فرمينهم مع قرن الفلفل. برضو انا كنت خدت جزء للحمة، والجزء التاني كده اخدته لتعصيجة الفراخ. بما ان انا بقى كنت مسيحة اللي هي زي ما قلت لكم كده، خدت معلقة برضو حطيت عليها كده تنكهها. طبعا لو انت ما بتحبهاش عادي ما تحطهاش. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، فلفل اسود، كمون، كزبرة، بهارات فراخ، رشة بسيطة كده من الكركم او الكاري، رشة بسيطة برضو كده من السبع بهارات. هملح كده العصاج بتاعي، وهديله تقليبة كده زي ما انتوا شايفين. وهنزل بقى بقية الطماطمتين اللي احنا كنا فارمينهم كده، وحطينا نصهم في تعصيجة اللحمة او العصاج بتاع اللحمة، هحطهم برضو كده على الفراخ. عايزة اقول لكم ان بتديلها طعم، او بتنقل العصاج ده لمكان تاني. عايزة اقول لكم ان الطعم بتاعه بيبقى جميل جدا. جربي بس كده العصاج زي ما بعمله كده، وعايزة اقول لكم ان انتوا ان شاء الله هتعتمدوه على طول. يا ريت كده بقى ما تنسونيش كده باللايك الجميل بتاعكم، وقولوا لي كده رأيكم الحلو في التعليقات. هدي العصاج كده تقليبة، وهسيبه كده لعند برضو ما يتشرب كده السوائل اللي نزلتها والطماطم، وهتبقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم ان احنا ممكن نتعب يوم ونرتاح بقية الشهر. يعني عندك اي حاجه كده في الفريزر ممكن تخرجيها، لو جالك ضيف كده في اي وقت، او حبيتي ان انت كده تعملي اكله كده، اكله مكرونه او جلاش او اي حاجه في اي وقت، تبقى الحاجه موجوده عندك. يعني ما تحمليش الهم لسه هنزل اجيب الكلام ده. فالحاجه طول ما هي موجوده عندك كل حاجه متوفره. نيجي هنا لتالت حاجة معانا، هنعمل بقى كفتة اللحمة الموفرة. هنا بقى معايا كده ربع كيلو كده من اللحمة. عايزة اقول لكم ان زي ما قلت لكم ان دي اسمها كفتة موفرة، او وجبة كده من اللحوم كده، تبقى وجبة موفرة معاكي. وعايزة اقول لك ان هي الحجم بتاعها يتضاعف، وهتبقى جميلة جدا، والطعم بتاعها تحفة جدا. هنا معايا ربع كيلو من اللحمة، وحطيت كده بصلتين كده مبشورين كده او مفرومين كده فرم ناعم، ومصفيين المية بتاعتها. هنزل كده بباكت كده من البهارات بتاعة الكفتة، اللي هي البهارات الجاهزة. هزود عليها بقى كده رشة كده من السبع بهارات، ورشة بسيطة كده من الجنزبيل والفلفل الأسود. ولو عايزة تحط عليها أي توابل بقى انت حابة تحطيها عندك حطيها. أنا حطيت كده معلقتين كده من اللي هي زي ما شفتم، وحطيت توم، توم كده مفروم، توم فريش، وحطيت توم بودر وبصل بودر، زودته كده على الباكت، وظبطت كده الملح بتاعي. والمكون بتاعنا بقى الرئيسي في الكفتة دي ألا وهو البرغل. عايزة اقول لكم ان هو فعلا بيتضاعف الحجم بتاع الكفتة، والطعم بتاعها ما بتغيرش، وبيبقى جميل جدا. عايزة اقول لكم ان دي تاني مرة ان انا اجربها بالطريقة دي، والطعم بتاعها جميل جدا. جربيها كده بالطريقة بتاعتي دي. عايزة اقول لكم ان هي هتوفر معاكي، والربع كيلو لحمة ده هيكفي عيلة كاملة. يعني هيفرط معاكي كمية كفتة كبيرة. وعايزة اقول لكم ان الحجم بتاعها ما بيكشش، يعني زي ما هتصبعي الحجم بتاعها يفضل على ما هو. عايزه اقول لكم ان هي فعلا شوف فرطت معايا كميه كبيره، وفعلا الكميه بتاعتها موفره وجميله جدا. نيجي هنا بقى الرابع حاجه معانا، هنعمل كفته فراخ. عايزه اقول لكم ان الحاجات دي فعلا يا حبايب قلبي موفره جدا، وحاجة كده ما بتستهلكش معاكي وقت ولا مجهود، وبتريحك فعلا بقية الشهر كله. وعايزة اقولك الحاجة بتبقى موجودة عندك، يعني احسن ما تجيب الحاجة من بره. يعني انتي
ده صدر فرخة كده كامل هعمله معاكم كفتة، وعايزة اقول لكم برضو ان هو هيعمل برضو معايا كمية حلوة. تابعي كده معايا الفيديو، يا رب اكون دايما كده عند حسن ظنكم، وما تنسونيش كده باللايك الجميل بتاعكم، وقولوا لي كده رأيكم الحلو في التعليقات. ده كده صدر كامل كده من الفراخ. عايزة اقول لكم ان الصدر كان كبير، فرمته برضو فرم ناعم زي الفرم اللي احنا عملنا منه العصاق كده، وفرمت كده بصلتين كده ناعمين، ومصفية طبعا المية بتاعتهم، وفارمة كمان مع البصل ده مع قطعة كده من البصل كده عودين كده من الكزبرة والشبت. عايزة اقول لكم ان هو بيديلها نكهة جميلة جدا. حطيت كده الملح بتاعي، وحطيت التوابل كده اللي انا عايزة احطها. حطيت جنزبيل وفلفل اسود ورشة برضو بسيطة كده من الكركم او الكاري، وحطيت برضو جنزبيل كده ورشة بسيطة كده من السبع بهارات، وحطيت برضو كده بهارات فراخ. وهقلب كل المكونات دي كلها كده مع بعضها لعند ما كل الحاجات دي كده تدخل جوه الفراخ بتاعتنا. طبعا لو لقيتيها معاكي سايبة شوية، او لقيتيها لو جت تصبعيها كده مش ماسكة نفسها، حط كده معلقتين 3 كده من البقسماط، هيمسكوها لك وهتخليها لك جميلة جدا. عايزة اقول لكم ان انا في الكفتة بتاعة اللحمة والكفتة بتاعة الفراخ دي حطيت كده رشة بسيطة كده من البيكنج باودر او الكربوناتو على حسب اللي موجود عندك، عشان طبعا دي بيفتح معاكي الكفتة وبيخليها يعني كويسة. انا هنا بقى للأمانة انا كنت عاملة الحاجات دي كده بالليل متأخر، وكنت كيستها وفرستها كده. احنا هنا بقى كنا تاني يوم كده الصبح بوريكم الحاجة كده بعد ما كيستها كده. دي بقيت الخضرة اللي انا استخدمت منها كده في كفتة الفراخ. دي الباقي بتاعها مش هنرميه ولا حاجة. كان عندي برضو كده صدر من الفراخ، عملته كده قطعته صوابع كده وعملته ستريبس وتبلته كده في مية البصل اللي احنا عاملين بيها الكفتة سواء الفراخ او اللحمة. وحطيت طبعا التوابل بتاعتي، وحطيت خل، وحطيت ربع كوباية كده من اللبن، ما كانش عندي زبادي، وحطيت التوابل بتاعتي وهسيبها كده تتبل مع نفسها يوم او اتنين لساعة ما احتاجها. هنا بقى البتنجان اللي انا كنت شارياه كان طبعا انا كنت جايباه حجم كبير. فدي طبعا للأمانة أم كده زي أمي أو زي حماتي، ربنا يا رب يديلهم الصحة جميعا، كانت قالت لي إن أنا بجيب البتنجان ده وبشويه كله، وبعدين بفرزه في الفريزر زي ما انتوا شايفين كده. أنا عملت البتنجانتين الكبار وعملوا معايا كيسين أو حسب ما انت عايزة. طبعا ده بيبقى جاهز للفطار، يعني بتبقى عندك حاجات كده جاهزة في الفريزر، لو عايزة تطلعيها في اي وقت انت مستعجلة تبقى عندك الحاجة في الفريزر موجودة. دي بقى كانت العصاق كده بتاع اللحمة، او العصاق بتاع القوانص على اللحمة. هنا عملته كده في كيسين هيعمل معايا وجبتين واكتر كمان. وعملت برضو العصاق بتاع الفراخ كان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا بقى كانت الكفتة بتاعت اللحمة. عايزة اقول لكم ان هي فرطت معايا كمية كبيرة هي والكفتة بتاعت الفراخ. طبعا انا صبعتها كده مع نفسي، ما جبتلكوش المقطع ده، وحطيتها كده شمعت في الفريزر، وبعد كده عبيتها بقى في العلب بتاعتها دي. وهنا بقى البسلة اللي انا كنت جايباها عملتها كده في كيسين. ايه رأيكم بقى في التفريزات بتاعتي دي؟ عايزة اقول لكم ان هي حاجات سهلة وبسيطة بس هتوفر معاكي وقت. ايه رأيكم بقى في التفريزات بتاعتنا؟ حاجات كده سهلة وبسيطة. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في كفتة الفراخ وكفتة اللحمة؟ يا رب كده الفيديو بتاع النهاردة كده يكون عجبكم، يا رب اكون دايما كده عند حسن ظنكم حبايب قلبي. وطبعا ما تنسونيش باللايك الجميل بتاعكم، وقولولي كده رأيكم الحلو في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة